كلها من اولها لاخرها دي لاداره فتره مؤقته وليس لفتره دايمه. الحاجه الثالثه ان مجلس الشعب ده معروف في كل الدنيا انه مناط التشريع في البلد كلها، هو اللي بيقرر القوانين وهو اللي بيقرر كلمه في البلد. ازاي ان انا اقرر الحكومه حلو منتخبه من الشعب ان هي تعرف تفرض وصايا. الحاجه الرابعه احنا بنقول عايزين نبني بلدنا زي اي دولة متقدمة وعصرية في الدنيا. يعني ايه المؤسسة العسكرية تكون خارج هذا النطاق لا تناقص ميزانيتها، يبقى عليها وصاية على ميزانية الدولة. يعني ايه وصاية على ميزانية الدولة؟ الدولة دي اللي بيحكمها حاجة اسمها دستور وقانون، والدستور حدد كل حاجة فيها والمادة الثانية موجودة. اتكلم في حتة ثانية بالنسبة للبند اللي هو يقول لك المجلس العسكري يقول لك لو ما توافقتش الهيئة التأسيسية على وضع الدستور المجلس هو اللي هيشكل اللجنة بنفسه. تخيل لما المجلس يشكل الدولة بنفسه هيعمل ايه؟ السيناريو بتاع تركيا عايزينه يتكرر في مصر. انا هنا مش هتكلم عن الوثيقة لان الوثيقة كلها اتضحت من الناس الافاضل اللي موجودة، لكن بتكلم على التيارات اللي هي عايزة بمعنى صح تهدم الديمقراطية كلها وصلة تنفيذ اعضاء الاحزاب اللي هي موجودة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. سلمي يا سلمي تعمل ايه؟ شكرا لكلمة 6 أبريل.